بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان. ربنا يتقبل منا جميعا. إن شاء الله شهر رمضان يكون شهر خير ورزق للجميع إن شاء الله. وربنا يتقبل منا الصيام. كل عام وأنتم بخير. سهم هنتكلم عليه النهاردة سهم أوراسكوم المالية. نلاحظ السهم ده بدأ يتحرك معانا في صعود خماسي كويس اهو، فواضح معانا ان ده هيكون ان شاء الله صعود خماسي. تمام اهو. فالسهم ان شاء الله يعني لسه عنده صعود تاني، لسه هيكمل اخر صعود خماسي اللي هي رقم 5. فلو نبص كده برضو السهم ده اهو، ده على الفريم طبعا الاسبوعي. فهنا هنلاحظ برضو 5 حركات سعرية واضحين. هنا رقم 1، بعد كده هبوط رقم 2، بعد كده هنا كانت رقم 3، ونزل رقم 4. في السهم ده لسه هيستكمل الصعود اللي هو في الأماكن دي. تمام. أنا عامل ليه هدف هنا عند 55 3. تمام. وده سهم جاي من فين الهدف بتاع السهم ده جاي من نسبة 261 من أول صعود خماسي من هنا اهو. ان انا عملت كده السهم تقريبا اول حاجة تفاعل معانا من عند 161. هو تعداها بشوية، مفيش مشكلة، طلع فوقها شوية، بعد كده بدأ يصحح. فرقم 3 خلصت عند 161. تمام. فممكن رقم 5 تخلص عند 261، يعني 261 تعداها بشوية، خلاص مفيش مشكلة، تعداها بشوية. يعني ممكن تخلي جزء مثلا تشوف بعد كده تبيع شوية عند الرقم ده، بعد كده ارتفاع اكتر فتبيع اكتر، وهكذا. فبعد كده بعد السهم ده ما يخلص الصعود ده، فطبعا مش هيكون للشراء، يعني مش هيبقى كده ان هو للشراء، ان احنا بعد كده نستناه يصحح كل الصعود اللي هو من هنا ده. طبعا السهم ده فيما بعد هيكون طبعا سهم كويس، وسهم فرصة للشراء فيه وفرصة للتجميع فيه. فالسهم ده بس مجرد ان هو يتعدى معاك القمم دي، طبعا يتعدى هنقول اللي هي عند 50، المفروض تبدأ يعني تبدأ بعد كده استهداف أماكن البيع. تمام. ممكن نرسم ترند برضو كده اهو. فالسهم لو اندفع طبعا في صعود قوي وجاي لمس الترند ده، فدي هتبقى أماكن بيع ممتازة في السهم ده. فالسهم إن شاء الله مكمل لسه شوية صعود تاني إن شاء الله. تمام. ده سهم أوراسكوم المالية. وشكرا جزيلا.